يلا. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. احنا في اب تاون النهارده. بصوا يا جماعه، الجزئيه دي اتكلمنا فيها كتير وهنتكلم فيها تاني. خلاص، الموت ده اللي بيبقى في نباتات كتيره بما فيها المانجا اهو. خلاص، ده موت تراجعي. يعني الساق بتموت من فوق لتحت، الساق بتموت من فوق لتحت. ادي الساق اهي بتموت من فوق لتحت. لو انت سبت الموت ده هيستمر معاك، هياكلك الساق كلها. يعني هو الفرع ميت لغايه هنا دلوقتي، بعد كده هيموت لغاية هنا، بعد كده 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 لغاية ما تلاقي الشجرة كلها عندك. شكرا. طب ايه حل الموت التراجعي؟ الموت التراجعي ده نتيجة إصابة جراثيم فطرية، يعني ده مرض فطري. الحل ان انا اجي على اخر الموت التراجعي اهو، اخره هنا اهو، وانزل بخمسة سنتي تاني تحت منه واقص. جميل اهو، انزل بخمسة سنتي، ادي الموت اخره هنا، انزل بخمسة سنتي واقص. اي نواشف عندك في الشجر ما تسيبهاش بالطريقة دي، سواء أشجار فاكهة أو أشجار زينة. أي نواشف عندك ما تسيبهاش بالطريقة دي، سواء أشجار فاكهة أو أشجار زينة. ننزل تحتها بخمسة سنتي وروح قصين، ونطهر نرش بعدها بأكروبات نحاس أو كبريتات نحاس أو كبريت ميكروني، ولكن يفضل إنك أنت ترش بيه أكروبات نحاس أو كبريتات نحاس. خلاص، ما نخليش حاجة في الأشجار بتاعتنا بالطريقة دي. ده الموت التراجعي.